سيدنا محمد بيقول: لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. فالصحابة قالوا له: كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ راح قايل: يعرض نفسه للبلاء فيما لا يطيق، يعني يحمل نفسه فوق طاقتها. وكتير مننا بيعمل الموضوع ده، بتفضل تحمل نفسك فوق طاقتها، لما نفسك خلاص تتخنق ويبقى في ضيق وتعب ومشقة تبتدي تفوق. ليه؟ لما يكون مثلا في علاقة في حياتك العلاقة دي مرهقة بتكمل فيها ليه؟ يعني سيدنا عمر بيقول: اعتزل ما يؤذيك. ليه؟ لان النفس البشريه غاليه، ما ينفعش انك تحملها فوق طاقتها، ما ينفعش انك يعني تجهدها وترهقها. ربنا بيقول: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. دعاء المؤمنين كده: يا رب ما تحملناش اللي نفسنا يعني ما تقدرش عليه. تيجي انت وتحمل نفسك الحاجه اللي هي ما تقدرش عليها وتذل نفسك. فاوعى تذل نفسك لاي حاجه في الدنيا مهما كانت.